ده سهم انترناشونال بيزنس. السهم وصل للهدف الأول ولمس الهدف الثاني، وبيسجل معاه السهم مكسب 4.6 في المحفظة بتاعتي. اتكلمت عن السهم ده من حوالي شهر تقريبا. اشتريت السهم ده على سعر 10 جنيه و90 قرش، والسبب اللي خلاني اشتري السهم ده من شهر ده سهم انترناشونال بيزنس IBCT. دي شغلت 10 مارس، الفوليوم بتاعها كويس، الستوكاستيك RSI كويس والRSI كويس. هاخد من عليها صفقة 1 ل3، فالهدف بتاعي وقتها هيبقى 12 جنيه و70 قرش، يعني مكسب حوالي 18.5% لو انا حققت الهدف بتاعي، وحد ايقاف الخسارة هيكون اسفل الشمعة الخضراء. ودي كانت الخطة بتاعتي. يا ترى هوصل للهدف التالت اللي أنا محدده عند 12 جنيه و70 قرش وأجني أرباح عند مكسب 18%، ولا السهم هيوصل معايا لإيقاف الخسارة أسفل الشمعة الخضراء دي؟ شاركني رأيك في الكومنتات، أنا كده ماشي صح ولا غلط؟